السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم روني مجدي، ودي حلقة جديدة من برنامجكم تيك شوك. واضحك بقى، خليها تكون. برنامج اتس شو تايم عمل مداخلة مع النجم العالمي جورج كلوني، وسألوه عن علاقته بمراته في الحج، وكمان سألوه عن الملايين اللي اداها لاصحابه. ادى ل 14 واحد من اصحابه كل واحد $1,000,000، وبيقول ان ده رد الجميل ليهم للي عملوه معاه في بداية حياته لما فتحوا له بيوتهم. مش زيك انت، لو وزعت كيس واحد لب على اصحابك بتذلهم بيه طول الاسبوع. هذه الحلاوه بقى يا حاج، من عيني حالا نجيب الساعة. ساعة ويا ريتها كان، دي بتبقى ازاز كمان. احتفلت الفنانه سلمى ابو ضيف بعيد ميلادها ال27، واثارت الجدل بتورته عيد ميلادها اللي على شكل فيروس كورونا، وكتبت كمان على التورته وقالت لسه في ال27 والسنه دي ما تتحسبش. يعني العالم كله بيموت من فيروس كورونا والناس ماشيين بالكمامات، وانتي عامله الفيروس تورته وكمان عامله حفله من غير كمامات وقاعده بترقصي انتي وويجز. الله يسهل لك يا ويجز. روبي وسلمى دي شكلها باظت خالص. الفيروس بقى اتهزق عندنا جامد جدا يا جماعه، لدرجه ان احنا عملنا له اغاني وخايفين منه، فملتزمين قوي بلبس الكمامه، ولو لبسناها وعملناه شيكولا. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوا؟ حددت نيابة جنح قصر النيل يوم 21 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها في قناة الرشيد العراقية، واللي سبق وعرضناها في برنامجنا لما قالت مؤخرتي مميزة، وكمان وأما بنعمة ربك فحدث. وده اللي خلى أحد المحاميين يقدم بلاغ ضد رانيا يوسف للنائب العام بتهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان، لأنها استعانت بآية قرآنية في غير موضعها الملائم. الفنانة رانيا يوسف من ناحيتها نشرت بيان على صفحتها على السوشيال ميديا، وقالت انها كانت بترد على اسئله المذيع السخيفه بالسخريه، وان الايه القرانيه ما تقصدش بيها الجسم، وانها اتصلت بالمذيع بعد الحلقه وقالت له ان هو يحذف المقاطع دي، لكن هو ما حذفهاش علشان يعمل ترند. يعني عايز تذيع هنذيع، مش عايز برضه هنذيع. الفنانه رانيا يوسف مش اول مره يترفع عليها قضيه، متعودة دايما. محمد رمضان وعلى طريقه عمر الشريف وعمرو دياب قرر يطرح عطره الجديد في الاسواق، اسانس شاديه. دي خلاصة 30 سنة خبرة، كيميكال يا ولدي، بليف مي صدقني، ما عم بحاش غير للحبايب وبس. أصنص الشادية، الولد محسة باللي في البر الغربي، آخر واحد حط منه، ما عدش عليه يومين كان متجوز بنت ملك الصلب في بلديكة. هي دي اللي انا عايزها. مش كده واحدة، ده أصنص تقيل، مش تحطها كلها. نشر محمد امبارح على صفحته صورة جديدة من مسلسله موسى. ثقة بالله، عرفنا انك جامد وقوة خارقة وما حصلتش. كابتن يحيى ده اقوى واحد فينا. بس انا شفتك فين قبل كده؟ حمو بيكا نشر على صفحته صورته مع العربية الجديدة. كفاية نظرات، ده الحلوة عليها قصاد. العربيات بتاعتي دي كلها انا جايبها قسط بس عشان تبقى الناس كلها فاهمه. مودي؟ انا ماضي على كمبيالات وشيكات. لا مش غير من الحسد، انا فعلا انا جايب العربيات دي كلها قسط، حمو نشر بعدها فيديو بيساند فيه النادي الاهلي. لجمهور النادي الاهلي انا بقول لكم ربنا ينصركم على خصمكم بايرن ميونخ بأمر الله. احنا كده كسبانين ونقولوا المايرن ميونخ احنا ما تاكلش معانا بايرن ميونخ خالص. انتصار، بحبكم. اهو مونخ، كل يا حمو وحلي كمان وعلى نفس الطبلية. نشر عمر كمال بوست على صفحته تعليقا على تصريحه ده،
وقال لما يقولوا لك قول لنا سبب مقنع يخليك ما تتجوزش لحد دلوقتي وما تلاقيش سبب. مش مصدقاك يا عمر. في سبب تاني في سبب تاني في سبب تاني في سبب تاني. الاعلامي باسم يوسف نشر على صفحته على تويتر غلاف كتابه الجديد للاطفال الواقع السحري لنادية. الكتاب من تأليف باسم يوسف وكاترين أردل، يعني دكتور ومذيع ومعد وكاتب قصص كمان. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. القصة بتتباع على أمازون ب $13.50 بس، يعني تقريبا 230 جنيه مصري بس. استعدوا بقى علشان القصة هتتضرب قريب في سور الأزبكية وتتباع ب 23 جنيه بس. اليوم السابع راح بيت الكينج محمد منير علشان يطمنوا على صحته، والحمد لله هو بصحة جيدة وطمن جمهوره عليه. بس الحمد لله بدعواتكم ربنا معايا اولا واخيرا، يعني انا في صحه زي البومب دلوقتي وهتجوز قريب منك. انت عز الشباب. الكينج بيقول انه هيتجوز تاني قريب. هو انت لحقت تتجوز اولاني؟ طب والجوازه اللي ما كملتش دي؟ محمد منير بيمثل ايه في حياتك؟ انت كتبت الخبر ده قبل كده؟ انت عايز صراحه ولا عايز ايه؟ الصراحه. انت عارف الصراحه. انت كتبت الخبر ده قبل كده وكلمتك عليه. محمد منير فعلا حصل ان اتقدم في البيت لوالدتي، ما شافش والدي لانه كان مسافر، والموضوع باظ قبل كتب الكتاب مباشره. انسحب. الظاهر ما كانتش تعرف ان الكينج زملكاوي. انتشر على السوشيال ميديا فيديو جامد جدا وبقى ترند لفتاة صينية بتقلد عادل إمام. بالرغم من البنت صينية إلا إنها بتقلد عادل إمام ببراعة جامدة جدا في حركاته وبأدائه وفي كل حاجة. الفيديو ده لمقطع من مسرحية شاهد ما شافش حاجة. يا ساتر دي وحش قوي بس هشربها يعني. لا يا عم بس هشربها. لا بتاخد كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ 7 جنيه في الشهر. في الشهر. عندك أولاد؟ عندي 7 في الشهر. 7 أولاد. 7 أولاد. 7 أولاد. 7 أولاد؟ 7. أمك موجود؟ موجودة، هي قاعدة معي. معكم. حماتكم موجود؟ هذه أخرى قاعدة معي في نفس الأوضة. فين؟ في نفس الأوضة. أنا كلكم قاعدين في أوضة واحدة؟ أنا 70 شقة كلكم قاعدين في أوضة واحدة؟ هي أوضة سيد. أنت شقة أوضة. أنت أمك مراتك وحماتك؟ و7 عيال؟ بتاخد 7 جنيه؟ اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. البنت اسمها آسيا واتعرفت على عادل إمام من صديق مصري ليها. مرحبا أصدقائي العرب، معكم آسيا. يشرفني القيام بتقريد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها بعض منكم بظهر قلب. عادل إمام وصل الصين يا جماعة، مصري وثيق من الفوز. ظهر كمان قبلها ترند عروسة بتستأذن جوزها إنها تحضن حبيبها. اللي يعيش يا ما يشوف والله. ما هو لازم يوافق، ده هاني يا جماعة. الأسبوع اللي فات طلع علينا الإعلامي تامر أمين وقسم الجبهة نصين، مش قذفها بس. أنا النهاردة الحقيقة أنا عايز أقول رمضان صبحي ما تزعلش مني. أنا النهاردة عايز أقول لرمضان صبحي ما تزعلش مني يا رمضان، أنا فهمتك غلط. أنتوا عارفين الفترة اللي يعني انتقدت فيها رمضان
كانت الحقيقه فتره صعبه، والمؤتمر الصحفي اللي هو عمله، الطموح بتاع انتقال البيراميدز وبتاع. فانا النهارده جاي اقول له يا رمضان حقك عليا، انا اللي فهمت غلط. مش كنت تقول يا رمضان ان انت تقصد بالطموح ان انت تروح بيراميدز لطموح انقاذهم من صراع الهبوط؟ مش كنت تقول كده يا ابو رمضان؟ احنا فهمنا غلط يا اخي. انا فهمت غلط لما طلعت انت في المؤتمر الصحفي وقلت انا سبت الاهلي وجماهيره وبطولاته ومش عارف ايه عشان الطموح بتاع بيراميدز. فانا قلت اكيد قصدك على طموح احراز الالقاب والميداليات والكؤوس وكذا. اتاريك لا، اتاريك كنت بتتكلم عن طموح يا اما المنطقه الدافئه في الدوري يا اما صراع الهبوط. حقك عليا يا ابو رمضان. اضرب كمان، عايز اتوب. جايبين لكم لقطه من استديو التحليل لمباراه جلاتا سراي اللي بيلعب فيه لاعبنا المصري مصطفى محمد وفنار بخشه. مصر المستوى عاملها تخيلوا كده لو شوبير عملها مع احمد الطيب، دي كانت هتبقى فرتكه فرتكه. طلع تصريح من الوافد الجديد للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر بمناسبه ان الاهلي في كاس العالم للانديه، وقال انه في 2006 كان بيتفرج على الاهلي في كاس العالم للانديه في اليابان على الموبايل لانه كان بيبقى في المدرسه، بس في 2006 ما كانش فيه اندرويد ولا كان فيه تطبيقات بتشغل اللايف يا طاهر. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. الشهادات اللي متعلقه على الحيطه ممضيه من وزير الشباب والرياضه سنه 74. ما كانش فيه وزير شباب والرياضه يا عمي. سيرك كبير يا عمي. جوارديولا العرب وكالعاده بينتقد، وطلع مع ابراهيم عيسى وقال ان كابتن مختار وعماد النحاس وربيع ياسين اخوان، وطلع كمان مع محمد فاروق واكد الكلام ده. انا بتكلم ان احنا دلوقتي في عصر جديد، فالمفروض ان الناس دي معروفه هي تبع الجماعه، المفروض ما يمسكوش الاماكن الحساسه دي. لا غلطت في ده ولا شتمت في ده، يا عم يطلعوا يقولوا بكره انا مش اخواني، انا اطلع اتاسف له واعمل له فيديو على الهوا، اطلع معاك بكره على الهوا اقول انت اتجننت يا قمر، انت بتسلمني للوزير. لا يا فندم اسلمك ايه؟ دي شفافيه. شفافيه دي تبقى خالتك يا اخويا. بس الثلاثه ما سكتوش ورفعوا قضيه على كابتن رضا عبد العال وقال في مين هيجامل. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، أريد أن أسجل أولاً حضور مجلس نقابة المحامين بأكمله متطوعاً للدفاع عن كل من كابتن مختار، كابتن ربيع ياسين، كابتن عماد النحاس، ونصحوه يشوف له شغلانه بعد الظهر. انت جايب تحليلك ده منين؟ معلوماتك بتاخدها ازاي؟ الراجل لعب حوالي 20 ماتش منهم واحد في كاس عالم الانديه كسب. طب انت بتتكلم في ايه؟ هل انت يا رضا يا عبد يعني هتحلل؟ ولما تحلل خليك موضوعي، او خليك في اي شغلانه ثانيه، افتح لك يا عم اي محل ولا اي حاجه وسيبنا في حالنا، بدل ما انت كل شويه حتى كل تصريحاتك غلط وكل تحليلاتك غلط. بس صدقني بقى الكار ده مش كارك، ولازم كل واحد فينا يروح لحاله. صحتك. هي فين الصحه دي؟ ما خلاص. لا ما تقولش الكلام ده، خلاص ايه؟ ربنا هيكرمك بأحلى شغلانه، الشغل كتير بس انت ركز. اشتغل مهندس، افتح عياده. بتقام حاليا بطوله كاس العالم للانديه في قطر، واللي فاز فيها الاهلي في مباراته الاولى على الدحيل 1-0، وفي مباراته الثانيه قابل بايرن ميونخ. وعشان نتكلم عن المباراه دي لازم نقسمها لجزئين، جزء قبل المباراه والجزء الثاني بعد المباراه. يوم السبت اتاخرت طياره البايرن ميونخ للدوحه 7 ساعات بحالها. نويت اصلي ركعتين لله. الله اكبر. لا لا لا، ده انا عاملها قبل منك. بس احنا كشفنا عن السبب الحقيقي لتاخير الطياره. ويا فندم ده دخلوا يشخوا لقى صغيره يا ابني، بقالهم ساعتين ونص في الاتوبيس، ما يخشش يطرطر. وبعد ما وقفوا علشان يعملوا زي الناس الطياره وصلت بالسلامه. مفيش مشكله يا جماعه، كانوا مزنوقين. قبل الماتش بيوم طلع فيديو ظريف قوي، لعيبه كل فريق بتحاول تقول جمل من الفريق التاني. Can you say طعمية؟ طعمية. Can you say فلافل؟ فلافل. لا مش المحلي، العالمي.
Can you say جمهوره ده حماه؟ واو اوكي. جمهوره ده حماه. جمهوره ده يماه. جمهوره حماه. Please try Rekordmeister. Record Meister Meister. Master Meister. Meister Record Meister Record Meister Record Meister. Can you say على الحلوة والمرة معاه؟ الحلوة والمرة مع. الحلوة والمرة مع. الحلوة والمرة مع. الله اكبر وتحيا مصر يا عم. وطلعت جريده المانيه بمنشط الاهلي يمتلك القاب قاريه ومحليه اكتر من البايرن، وكمان عندهم تريزيجيه وبيكهام، لا وعندنا دروجبا وعندنا بنزينا، لا وكمان عندنا رؤساء. النجم الكبير ابو تريكه صمم يشوف المباراه من مدرجات الثالثه شمال. اللي تبي هناك تبي الصوب الثاني. انا عاوز الدرجه ثالثه. هو الاهلي حاجز الدرجه الثالثه شمال حاجزها. يا راجل الرابطه اللي هنا حاجزين الثالثه شمال. انا حاطيني في الثالثه شمال مع الاهلي يعني. هم يعني شنو بيكونون ورا المدرج؟ الثالثه شمال اللي هي ورا المدرج. الثالثه شمال ورا المدرج، ورا الجول ده، ورا الجول الشمال. اديك صممت تقعد ورا الجون الشمال، بس تقريبا كانوا بيلعبوا جون مشترك من الناحيه الثانيه. شكل نص الملعب الثاني كان منطقه محظوره لان نوير كان واقف على الحدود، بس على العموم ده مش في ماتش الاهلي بس، لان دي عاده مانويل نوير في كل المباريات. بعد المباراه بقى اللي اجدعها اهلاوي متفائل كان متوقع هزيمه الاهلي 4-0، ما هو بيلاعب البايرن يا جدعان اللي حط على برشلونه 8-2 وتوتنهام 7-1 وفضح الارسنال 10-2. هما تقريبا اعضاء في اتحاد البيلي مش الكوره، بس الحمد لله الاهلي اتغلب 2-0 بس. وطلع لعيبه الباير بعدها بفيديو جديد. ورا مصنع الكراسي. 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 بس بصراحه هارد لك للاهلي، كنتوا بتلعبوا فريق ملوش نقطه ضعف، هجوم مسلح، جناحات اسرع من الصوت والضوء، دفاع جوي، احسن حارس مرمى في العالم، وبعد الظهر ليبرو. لعبتوا على قد الامكانيات المتاحه واتغلبتوا بشرف يا رجاله، ويكفينا الصور دي. انتوا متخيلين ان ديفيز يطلب تيشيرت محمد هاني؟ ومولر يتصور بتيشيرت كهربا؟ ضحكتك فيها كهربا يا مولر. نائب دمياط ضياء الدين داوود فتح النار على وزيرة الصحة في مجلس الشعب. سيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، ما استمعت إليه سيادة الوزيرة ده كان الجانب المشرق، اللي جاي هو الجانب المخفي في خطاب سيادتك. يعني كل اللي فات ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. عشان الناس النهارده الغلابة اللي موجودة في قرى مصر اللي رايحين الوحدات الصحية الأولية وبالليل كده هيلاقوها مقفولة ومش هيلاقوا فيها دكاترة، واللي عامل حادثة النهارده وموجود في طوارئ هيتكتب لذويه واللي معاه لستة بالطلبات هيطلع يجيبها من بره في ظل إشادة بمستوى من الصحة. الكل أقر إن الحاجة اللي ناجحة فيها كانت مبادرة رئاسية. وأظن أن الأقصر المحافظة اللي المفروض في مارس القادم، ودققوا معي في الأرقام، مفروض إن هي داخلة المنظومة بتاعت التأمين الصحي في مارس القادم. في مارس القادم وأنا عندي 12 مستشفى لم يعتمد منها إلا 3. ركز معايا حضرتك كده، 3 مستشفيات فقط من ال 12. 59 وحدة رعاية أولية لم يعتمد منها إلا 12. تعال النهاردة شوف معاناة الأطقم الطبية اللي موجودة في الصدر وفي الحميات وفي مستشفى دمياط. بناء عليه ويفتتح عندي في افتتاح رئاسي مستشفى طوارئ في كفر سعد، ثم بجرة قلم
تتحول الى ملحق لمستشفى كفر سعد المركزي. مين اللي درس ان هي تبقى طوارئ ومين اللي رجعها ملحق على كفر سعد؟ وكأننا بنعيش في عدد من المنظمات الصحية الغير متناغمة الغير متكاملة. يبقى اللي موجود على رأس هذه الوزارة يمنت قبلة الحياة ولا يشكر على ما قدم ويرحل صحبته. دي مش أول مرة لضياء داوود. ضياء قبل كده هاجم وزير النقل ووزير الكهرباء. هو تقريبا كده ضياء ضارب حد أو ضارب الأجزخانة كلها. ده كان آخر تصريح لوزير التربية والتعليم، القرد في بطن أمه. أنا نفسي أوصل لدماغه وأعرف هو عايز إيه مننا بالظبط. شو اكلمك؟ ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم ثلاثه. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. والله العظيم يا مرسي الف مبروك يا مرسي. ده امي بتدعي لك والله العظيم، امي بتحبك وتدعي لك، تقول لي ما بتجيبش مرسي زي يذاكر معاك يا منيل. والله قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده يا مرسي بقى، قول البتاع كده. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ البتاع اللي انت قلتها ايه؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. تيك شوك النهارده فيديو الفنان اشرف جبنه. اشرف جبنه قرر يطلع علينا بتحدي جديد ويعمل لنا دويتو بين الجبنه الفلامنك والجبنه البراميل. حبيبي يلي 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 يا روحي يلي 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 يا نيا يا هو بقى يا نيا هو الود هو ومهما يحصل لي. حبيبي يلي 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 يا روحي يلي 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 يا نيا يا هو بقى يا نيا هو الود هو ومهما يحصل لي. والبنات ما صدقت وعملت فيها نوال الزغبي ولا كأنه دويتو مين حبيبي قلبي. حبيبي يلي 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 يا روحي يلي 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 يا نيا يا هو بقى يا نيا هو الود هو مهما يحصل لي. حبيبي يلي 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 يا روحي يلي 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 يا نيا يا هو بقى يا نيا هو الود هو ومهما يحصل لي. بروفايل النهارده عن الفنانه إلهام شاهين. إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1960 وبدأت التمثيل في فيلم رجل اسمه عباس سنة 1978. هنقفل الأوضة بالترباس وتتباس يا عباس. ومن ساعتها وعباس ما بطلش. إلهام شاهين ما سابتش برنامج إلا وعيطت فيه. مهما لبست أسود يعني مش هيعمل حاجة، بس هو ده لوني، هو ده اللون اللي جوايا، ده حقيقتي، الأسود ده حقيقتي، ده حياتي دلوقتي، حياتي أسود. انا اقسم بالله كنت دايما اقول لها يا رجاء ما تاخدينيش في حضنك، لما بطول في حضنها لازم اعيط. إلهام شاهين انت بتعيطي عشان العشره ولا بتعيطي لحاجه تانية؟ بعيط لان انا مش مصدقه ان انا مش هشوف نور الشريف تاني، لانه نور الشريف مش كنا بنتقابل عشان نعمل عمل مع بعض، لا انا كان اهم صديق في حياتي. هو انا ناقصك يا ابن الكئيبه؟ إلهام اتجوزت 7 مرات بس هي دلوقتي سنجل. ما تزعليش يا إلهام، اللي خدته القرع يا حبيبتي. إلهام شاهين أثارت ضجة مؤخرا. الأول طلعت بعد وفاة صفوت الشريف ونعت الخلوق صفوت الشريف. ومين يشهد للعروسة؟ الله يرحمه بقى، كان فاني حياته في الشغل. دمي ده بيجري فيه كور بيضة وحمراء ونسوان. ده ابعد عنك، ادعي لي انت بس ربنا يهديني، ربنا ياخدك. ربنا يجعل مثواه اللعنة، قصدي الجنة. قدمنا في عهده أروع الأعمال الفدائية والتضحيات. احيانا مصلحه الوطن بتحتاج عمليات فدائيه وتضحيات. طب نسيت يا إلهام إنه كان بيته القتيل ويمشي في جنازته؟ سعاد حسني وعمر خورشيد. ودي كانت بعض التعليقات على بوستها ده، اللي تقريبا معظم التعليقات بيقولوا لها الناس فيها انت نسيتي انه قتل سعاد حسني. المهم طلعت اشاعات ان إلهام نزلت بوست وقالت فيه انها كانت متجوزه صفوت الشريف وانها عايزه ميراثها والا هتطلع الورق اللي عندها وتخلي ولاده يشحتوا، وبعد كده مسحت البوست. فراحت الناس الدغيدي طلعت وردت عليها وقالت لها انت ازاي تقولي حاجه زي كده، واذا ما رجعتيش في كلامك ده وقدمتي اعتذار
انا هطلع لك فيديو فاضح يا اما تدفعي 50 مليون جنيه. وتوته توته فرغت الحدوته. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام ختام. سلام عليكم. برنامج اتس شو وعلى نفس الطبلية. أنا مش فاهمة إيه على نفس الطبلية دي. أعمله تاني؟ طب استنى خلي نفس الفيديو نعمله تاني. بدأنا؟ دي كانت هتبقى فرتكه فرتكه. كابتن مختار، كابتن ربيع ياسين، كابتن اديك صممت شكل نص الملعب لعبته على قد الامكانيات المتاحه. نائب دمياط ضياء الدين داوود فتح النار على وزيره برضو ماشي. تيك شوك النهارده